أعداء الشعب السوري في دول العالم. هاي الدولة ملك الشعب السوري. هاي الدولة، شوفوا هاي الفيديو وانتوا احكموا. انتوا احكموا بعينكم. هي اللي عم بتصير التغذية الفكرية الطائفية القذرة يلي عم يمشوا فيها هدول الناس في أوروبا وغيرها. يعني ايش بدي اقول لك، امثال هيك عالم موجودين ضد بلدك. شوف هاي الفيديو هلا قبل شفت. ما بعرف هاي الفيديو هي تصميم ولا هي حقيقة، بس مبين مثل حقيقة لاني في الشرطان مثل ما شايفين من تحت، وفي فوق كاتبين مشان ديمقراطية سوريا، يعني مشان ديمقراطية في سوريا كاتبين روجافا فير تد فيرتيديغن فيرتيديغن، يعني مثل انه يعني سامحين قسم او تقسيم، يعني سامحين هدول الاشخاص طلعوا. انتوا وين عم يتظاهروا؟ اول شيء طلعوا وين عم يتظاهروا؟ تركوا كل الارض وحطوا الشرطان وطلعوا لفوق الجدران. انتبه ها، شوف انت، هذا ما اسمه حرية، هذا اسمه تغذية فعليا ضد الشعب السوري وجغرافيته. فعليا هاي الامور اذا حصلت في برلين، للاسف يا سوريين كونوا صاحيين. اللي عنده شرف بيدافع عن ارضه وعن هدول الانفصاليين التقسيميين اللي جايين اليوم اخذوا شقفه من ارضك، بكره بياخذوا كل ارضك. هدول ما بدهم يعيشوا معك. لو إلهم خير ما كانوا انفصلوا عنك. لو عندهم ذرة شرف وخير ما كانوا انفصلوا عنك. لو هن مفكرين حالهم لا عرقيا لا دينيا لا أخلاقيا، ما في. هدول الناس مجرمين أول شيء بحقك، وثاني شيء بدهم يفوتوا على أرضك عن طريق هدول الناس يلي غزوهم. قلت لكم من 8 12 بيكرهوني أنا بالذات، لأني من أول ما جيت لعندهم يعرفوني عم بحكي تركي. ما عم بعمل طائفيه ولا عم بعمل عرقيه، بس عرفوني انسان ذكي وما بسكت عن الخطا. تم علق سماهم فيني وما قدروا علي 8 سنين. حتى بالطيران صاروا بدهم يسكتوني. كل واحد اعداء الشعب السوري اخوات الاحبه، اخوات الشرموطه، اخوات الاحبه. لك يلعن رب اللجوء تبعكم، يلعن اللجوء تبعكم. ها، لا تتدخلوا بسوريا وبحياتنا الشخصية. أنا بالذات لا تتدخلوا بحياتي الشخصية. أنا بالذات شايف هن ما حدا بيقدر يتدخل في أراضيهم، بس عم يغذوا أفكار، عم يغذوا أمور طائفية عرقية. وهدول الناس لأقول لك ليش تدخلوا فيني بالذات. من أول ما جيت تموا عم بيلوصوا أجهزتهم القذرة بين التركماني والكردي، وفعليا صارت معي جوات المطاعم. تموا عم بيحرضوا بين الكردي والتركماني، تموا عم بيحرضوا عن طريق توصيل أجهزة التجسس تبعهم. هي الامور وصلت، مو امور هن يروحوا يحموا حالهم بالاول، يحموا لك يعرفوا يدافعوا عن اوكرانيا. ما بيعرفوا يدافعوا عن اوكرانيا، وتركوا اوكرانيا ياخذوا الروس شقفه من اوكرانيا. ما قدروا يساعدوا سوريا في توحيد اراضيها لغايه اليوم. ها، شايفين لغايه اليوم انه معقول تتركوا مثلا بشر يطلعوا فوق الجدار، فوق طلع فوق الحيط طالعين عم يتظاهروا. قال يعني انه في حريه، يعني على اساس انه يعني تاركينهم عم يتظاهروا. طلع يعني طلع انت الوسخنه بتغذيه الافكار القذره. هدول الناس هن نفسهم اللي عم يخلوا لك الطائفيه جوات الاراضي السوريه. عيب عليكم اذا بتعيشوا باماكن تدعم التفرقه وتدعم التقسيم، تعيشوا بهيك اماكن. عيب عليكم، عيب على الدم اللي راح بسوريا. يا حيف بس. اول شيء بياخذوا اراضيكم. قلنا لكم اسرائيل صارت دوله، بس اسرائيل مو جوات سوريا، اسرائيل جوات فلسطين. ايش لهم دخل هدول الناس يلي عم يغذوا افكار القذره من اوروبا لجوات سوريا؟ يعني في
شيء مخطط لقدّام. المخطط قلنا لكم إنه ممكن أنت تفيدهم لهدول الاشتراكيين، فيك تفيدهم بقضايا مشتركة، بس لكن مسيحيًا، مسيحيًا شايف؟ يعني مسيحيًا في كراهية من جوّات الكنايس ضد الديانات التانية، فما بالك إذا هن نفسٌ طائفيًا وعرقيًا موجودين الكراهية والعنصرية موجودين في هاي البلاد، يعني للأسف إنه تحت اسم حرية وتحت اسم ديمقراطية وأمور تافهة، أمور وسخة، عم بيعملوا تحريض بين الشعوب وبين الناس اللي يعني أنتم ما دخلكم بسوريا وجغرافيتها. هي أول شي، تاني شي هي النماذج قدامك من الشعب اللي بده يقسّم سوريا، شوف لوين طالعين، شوف أنتم واعرفوا لحالكم مين معك ومين ضدك. سوريا وحدة يلّي بيوقّف مع الشعب السوري بالكامل وقفوا إيد وحدة ضد هدول المجرمين، ضد هدول القذرة، ضد هدول قذارة الأجهزة والتجسس والاستخبارات. سوريا وحدة غصبٍ عنّن، غصبٍ عنّن سوريا وحدة. رح تقسموا سوريا وأنتم جايين تقسموا تركيا، فشلتوا لك فشلتوا، فشلتوا تعملوا شرخ. يا عم باسيبكم بكل ثانية، بكل ثانية، سجلوها كمان علي.